النهاردة مش مجرد لعيب بيعتزل. النهاردة صفحة كاملة من الكرة المصرية بتتقفل. شيكابالا، الفهد الأسمر، اللاعب اللي مهما اختلفت عليه مستحيل تنساه. ساحر الكرة اللي دخل قلوب جماهير الزمالك وخلى حتى الخصوم يحترموه. بيودع الملاعب بعد سنين من الحب والمعاناة والوفاء. شيكابالا بدأ من شارع صغير في أسوان، موهبة اتخض من أول لمسة. انضم للزمالك وهو عنده 9 سنين، وفي سن 16 لعب أول ماتش مع الفريق الأول. كل الناس قالت الولد ده هيبقى نجم كبير. ما كانش حد وقتها بيتكلم عن السن، لأن شيكا لعب كأنه عنده 28 سنة خبرة مش 16. سنة 2005 سافر اليونان ولعب في باوك، والجمهور هناك اتجنن عليه. سجل أهداف، عمل أسيستات، وساب بصمته في أوروبا. بس الظروف كانت أقوى منه، فرجع على مصر تاني، رجع للزمالك. بس لسه ما خلصش طموحه. راح للوسط الإماراتي، بعدين سبورتنج لشبونة. لكن الاحتراف كان دايما بيقف قصاده ظروف، مشاكل، وناس ضد حلمه. بس مهما شيكا خرج كان دايما بيرجع للزمالك، لجمهوره، لبيته، لتيشيرت رقم 10. رجع وقاد الفريق في أصعب الفترات لما النادي كان بيخسر بطولات ويتحارب من كل الجهات. كان هو القائد وكان هو الروح في الملعب. بطولات كأس، دوري، سوبر، مش كتير بس ليها طعم تاني وهو بيرفعها. عارف ليه؟ علشان خدها وهو مكافح مش مدعوم، خدها وهو بيتحارب مش متدلع. شيكابالا كان دايما في وش العاصفة. الناس كانت بتهاجمه أكتر ما كانت بتدعمه. كل ماتش كبير، كل أزمة، كل كلمة كان اسمه بيتقال. لكن رغم كل ده عمره ما اختفى. كان بيرد في الملعب بالكورة، بالمهارة، بالثبات. كان واقف دايما في الصف الأول لما الفريق يقع، بيشيل الضغط وبيخلي الجمهور يفضل واثق حتى لو الدنيا بايظة. هو مش بس لعيب موهوب، هو لعيب شايل نادي على كتفه سنين. في وقت النجوم بتستخبى شيكا كان بيواجه. والنهارده شيكابالا قال كفاية. قالها بعد ما عمل كل حاجة يقدر يعملها بقميص الزمالك. قالها وهو شايل حب جمهور عمره ما نساه. قالها وهو عارف ان التاريخ هيكتبه بلغة مختلفة، مش أرقام ومش إحصائيات، بس كحالة واحدة من أكتر الحالات الإنسانية والرياضية اللي عدت على كرة مصر. كان ممكن نختلف على حاجات كتير، بس مستحيل نختلف إنك كنت علامة، كنت روح وشخصية وموهبة. شكرا يا شيكابالا، وهتفضل دايما في القلب حتى وانت بعيد عن المستطيل الأخضر. في النهاية قول فكرة تسابها فيك شيكا في الكومنتات، واشترك في القناة عشان نكمل كلامنا دايما على الجول.